السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم من جديد في القناة. أنا أحمد عباس، جي بي تريني هنا في إنجلترا، والنهاردة هنتكلم عن موضوع إضراب الأطباء في إنجلترا. الحقيقه ان دي حاجه انا بمر بيها شخصيا لاول مره، ومش لوحدي، في ناس كتيره قوي بتمر بيها لاول مره، بما فيهم الدكاتره الانجليز اللي متخرجين من الجامعات اللي في انجلترا. هنغطي في الفيديو ده كذا حاجه، من اول هل هو قانوني اصلا انه يحصل اضراب ولا لا، هنتكلم برضو على النتائج المرجوه من الاضراب اللي حصل ده، وهنتكلم عن التوابع اللي حصلت واللي لسه بتحصل، البريكوشنز بتاعتها بتحصل لحد دلوقتي. ما تنساش لو انت جديد في القناه ان انت تشترك في القناه وتدعمنا، وفي نفس الوقت تفعل النوتيفيكيشنز عشان يوصل لك الجديد بتاعنا اول باول. نتكلم عن اول نقطه، هل الاضراب قانوني في انجلترا ولا لا؟ الحقيقه انا دخلت اقرا لان الكلام وصل من البي ام اي اللي هي البريتش ميديكال اسوسيشن، ودول بيمثلوا الاطباء. جالنا ايميلز كتيره منهم، وفي نفس الوقت بقى في ريبريزنتيفز بييجوا للدكاتره نفسهم وبيسيبوا منشورات وكلام زي كده في الدكتورز مس او اماكن تجمع الدكاتره في المستشفى، مكان الراحه بتاعت الدكاتره بتاعت المستشفى. وبيقولوا ان احنا المطلب الاساسي بتاعنا حاجه اسمها باي ريستوريشن. زي ما اتكلمت قبل كده في فيديوهات، وهوضح اكتر في فيديوهات تانية جديده، ان انت ازاي بتصيغ الكلام لمدلول مختلف. بمعنى ان حاجه من ضمن الحاجات اللي الناس بتتكلم فيها كتير، يقول لك هل احنا بنتكلم في باي ريستوريشن ولا هل احنا بنتكلم في باي رايز؟ الاثنين معناهم زياده في الدخل، لكن في واحده معناها باي ريستريشن، يعني انا باخد حاجه كانت من حقي واتاخدت مني، وباي رايز معناها ان انا واخد حقي كويس قوي بس انا عايز زياده عن اللي انا باخده. فده واحد من ضمن الاعتراضات او المشاكل اللي حاصله كتير، هل هو باي ريستريشن ولا هل هو باي رايز؟ البي ام اي بتقول ان احنا من 2008 2009 المرتبات بتاعت الدكاتره نزلت. ونزلت ليه؟ مش عشان حصل قص فيها، لكن علشان الزيادات اللي بتحصل لم تتواكب مع زيادات الانفليشن او التضخم اللي بيحصل. لما حسبوا الحسبه قال لك احنا خسرنا من 2008 2009 لحد دلوقتي 26%، 26%. يعني بما معناه ان الدكتور بيشتغل، اللي كان بيشتغل في 2008 2009، الفاينانشال باور بتاعه او قدرته الماليه بالدخل اللي بيجيله اعلى من الفاينانشال باور بتاع الدكتور اللي بيشتغل النهارده ب 26%. ليه؟ علشان التضخم اللي بيحصل فقيمه العمله بتقل. طيب، فده اول مطلب، قال لك الباي ريستريشن. لكن عشان الانفليشن اللي حصل في الفتره الاخرانيه، فعشان نغطي القصه دي فاحنا مش محتاجين 26% بس، لا ده احنا محتاجين 35%، 35% زياده في الباي بتاعنا علشان نبقى بنفس الفاينانشال باور اللي كنا موجودين فيه في 2008 2009. الكلام ده الحقيقه بقى له فتره بيحصل، يعني المحادثات او الكلام ابتدى بجد، واحنا ابتدى يوصل لنا بجد بقى ان في حاجه هتحصل من اول السنه. لان دايما البي ام اي عايزه تقعد مع الهيلث سيكرتاري اللي هو يعني ممثل وزاره الصحه، علشان يقعدوا يعملوا اتفاقات ان احنا نوصل لموضوع الباي ريستريشن مش الباي رايز. لكن كان دايما بيحصل ايه؟ احنا هنتفق، لا مش هنتفق، لا مش هنقعد، لا لازم يبقى في بري كونديشنز. يعني ده الصوره اللي بتتنقل لنا بصفه عامه، ان دايما لما بيجوا الحكومه بي ام اي بتطلب من الحكومه انها تقعد معاهم، يقولوا لهم احنا هنقعد معاكم بس لازم في بري كونديشنز، يعني لازم في شروط مبدئيه. فطبعا ده ضايق البي ام اي، لا احنا نقعد مع بعض من غير شروط، نقعد نتكلم ونوصل لاتفاق يوصل لنا الحاجه اللي احنا نرتضي بيها احنا الاثنين. لكن قبل ما ندخل في تفاصيل القصه دي، عايز اقول لكم ان السنه دي حصل اضرابات كتيره جدا 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 في انجلترا. يمكن اكتر حاجه لمستني انا شخصيا الاضرابات اللي حصلت في المطارات. يعني انا في مره كنت راجع من مصر راجع لانجلترا، نزلت في مطار هيثرو، انا قعدت في المطار 5 ساعات علشان اعرف اعدي اليو كي بوردرز، يعني اعرف ادخل البلد. الكلام ده وانا معايا اقامه. ليه الكلام ده حصل؟ عشان كان في اضرابات في المطارات، بمعنى ان انت عندك تقريبا في الحدود 3 طوابير ومفيش غير موظفين 2 هم اللي موجودين. فكانت النتيجه ان الناس، يعني وانا منهم، قعدنا على الارض بقى، وانا كان معايا علبه فيها اكل نواشف يعني وبتاع، قعدت افتح واكل بقى وبتاع، خلاص انا لاجئ في المطار لحد ما اعرف اعدي. وطبعا الاتوبيس اللي بعد كده بياخدني، الكاوتش اللي بياخدني بعد كده فاتني، فاضطريت اعمل حجز تاني، فكان في يعني فاينانشال لوس كمان علشان التاخيرات اللي حصلت دي كلها. فالسترايكس
بتاثر. وطبعا يعني حدث ولا حرج في السترايكس بتاعت الريل واي او السترايكس بتاعت القطارات والسترايكس بتاعت التمريض اللي انا كان اول مره اشوفها. الكلام ده حوالي من شهر ونص شهرين، واحنا شلنا شغل كتير قوي من شغل التمريض في الايام دي، لان فعلا 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 ما كانش فيه تمريض، والتمريض اللي كان موجود كان بيعمل البيسكس بس. فانت عايز دم، انت عايز تركب كانيولا، انت عايز اي حاجه من الحاجات دي، ادخل انت تصرف مع العيان. طبعا عشان البيشنت سيفتي وكل الكلام ده، فاحنا بنقدر نعمل الحمد لله اللي نقدر عليه. لكن بيحصل ان بيبقى فيه تاخيرات، يعني الحاجه بدل ما تخلص مثلا في 5 دقائق لا ممكن تخلص في 10 دقائق، لان انت بغير شغلك انت بتشيل شغل التمريض اللي هو المفروض بيساعدك في شغلك عشان تنجزوا انتوا الاثنين. طيب فدي قصه الاضرابات. هل الاضرابات قانونيه ولا لا؟ انا الصراحه زي ما قلت دخلت اقرا، لان اول مره بمر بالقصه دي وسالت ناس كتير قوي. القانون هنا بيقول لك طالما ان الاضراب مدعم بالنقابه الاوفيشال اللي بتمثل المهنه دي، فده اضراب قانوني وحقه مكفول. فدي حاجه كانت جديده جدا بالنسبه لي. ايه ده احنا ممكن نعمل اضراب وما يبقاش فيه مشاكل، لان احنا مكفول لنا ده قانونيا ان احنا نضرب طالما ان الموضوع منظم من النقابه بتاعتنا. فدي كانت اول حاجه جديده انا ما كنتش عارفها. طيب هل ليها؟ السؤال الثاني اللي بيجي، انا بفكر دلوقتي كاي ام جي، كانترناشونال ميديكال جراديوت، واحد خريج كليه طب لكن مش من انجلترا وجاي يشتغل تبع الان اتش اس. وللمعلومات يعني احنا دلوقتي الاي ام جيز دول بيمثلوا 40% 40% من القوة العاملة في الان اتش اس، وده حاجة تانية هنرجع لها تاني في قصة الاضراب وسبب من الاسباب الاضرابات دي بتحصل. فالاي ام جيز بصفه عامه بيبقوا قلقانين من كذا حاجه. اول حاجه انا لسه جديد، فانا لسه ما عرفتش السيستم كويس وبحاول اتعلم الدنيا ماشيه ازاي، وبحاول لسه اكتشف هل انا هعرف ابقى sufficient financially بالفلوس اللي بتجيلي دي، ولا هل مش هبقى قادر ان انا اوفي الاحتياجات والالتزامات اللي لازم ادفعها. لان كل حاجه هنا يعني الناس اللي عايشه هنا هتفهمني اكتر، كل حاجه هنا شغاله بالدايركت ديبت، يعني كل حاجه شغاله عندك ان انت recurring payments، سواء من اول الرنت بتاعك لفاتوره موبايلك لاي اشتراك في اي حاجه انت عاملها، كل حاجه بيبقى عندك بيلز كل شهر بتدفع. نوت منشن لو انت قررت مثلا تشتري عربيه جديده، او ان انت قررت تشتري بيت مثلا، ودي طموحات كبيره جدا بالنسبه لموضوع البيت ده بالذات، لان انت بتقعد تدفع في ثمنه 25 30 سنه يعني. لكن دي حاجات من ضمن الحاجات اللي بتأثر على دخلك. هل انت بقى بعد ما بيتاخد منك كل الفلوس دي اللي هي لازم تتاخد منك عشان تعرف تكمل العيشة بتاعتك، بيتبقى لك كام؟ فتعرف تخرج بقد ايه، تعرف لو عايز تسافر، لو عايز تجيب حاجة جديدة، كل الحاجات دي. طيب دي حاجة. اتكلمت ان 40% من القوى العاملة بتاعت الان اتش اس دلوقتي اي ام جيز، كلهم جايين من بلاد مختلفة. ده واحد من ضمن الحاجات اللي تطرح الاسئله، طب ايه ده هم الانجليز نفسهم فين؟ وده سبب تاني من اسباب الاضرابات اللي البي ام اي نظمتها. اول حاجه ان قال لك ان في جزء كبير جدا من دكاترتنا بيهجوا، بيسيبوا البلد. البيرن اوت في الان اتش اس، او ان انت يعني منتلي تبقى خلاص مش قادر وفيزيكلي تعبان وشايف ان المردود مش قد اللي انت بتديه، بقى عالي جدا في انجلترا هنا. فالطبيعي يعني بتلاقي بقى ايه مؤشرات تقول لك ان القصه دي ماشيه ازاي. يعني الطبيعي هنا ان سنه الامتياز عندهم سنتين مش سنه واحده زي عندنا، بيسموهم F1 و F2. دلوقتي الطبيعي جدا عند معظم الخريجين يقول لك انا هعمل F3. يعني ايه F3 دي؟ مش حاجه اوفيشال، يعني انت المفروض بعد F1 F2 بتقدم على تريننج عشان تدخل بقى على CT1 او ST1. طبعا الدكاتره هيبقوا فاهميني اكتر في القصه دي. لكن الاف 3 دي تبقى سنه مش اوفيشال في التريننج بتاعك، انت خلاص خرجت بره التريننج وقررت ان انت تاخد سنه. طب هم ليه بيعملوا كده؟ هم بيعملوا كده عشان البيرن اوت اللي انا اتكلمت عليه اللي بيحصل. هو بيحس ان هو اتهلك في السنتين دول، فمحتاج ياخد سنه مع نفسه كده، علشان ليها اسباب تانية برضو. من ضمن الاسباب التانية ان هو هيبقى مثلا عايز ياخد ايه، يعني انت الروتيشن اللي حصلت او الاقسام اللي انت اشتغلت فيها في السنتين ممكن ما تبقاش غطت كل الاقسام الطبيه، فانت مثلا عندك انترست معين في قسم معين، فعايز تشتغل شويه في القسم ده عشان تديسايد بنفسك هل القسم ده هو اللي انت عايز تتخصص فيه بعد كده ولا لا. فده واحد من ضمن الاسباب. لكن في ناس تانية تقول لك ايه، لا انا تعبت، مش ودول مش قليلين، يقول لك انا تعبت من الشغل في انجلترا عايز اطلع بره انجلترا.
نمبر 1 كونتري اللي الناس بتروحها هنا علشان تروح تشتغل، سواء ان هو ياخد بريك زي ان هو خد F3 او ان هو يروح يساتل هناك بقى ويعيش هناك، نمبر 1 كونتري از استراليا. دي اول حاجه ناس كتيره جدا بتسافر لها. الباي هناك اعلى تقريبا 50% من الباي اللي موجود في انجلترا، وظروف العمل احسن بكتير. ففي ناس كتير قوي من الدكاتره الانجليز بيحبوا يروحوا، سواء ان هو يستكشف الدنيا عامله ازاي او ان هو ياخد بريك من التريننج. في ناس فعلا بتاخد تايم اوت اوف تريننج علشان تروح هناك، هو عايز يعمل فلوس وفي نفس الوقت عايز يعمل ورك لايف بالانس كويس قوي، فياخد بريك من التريننج مثلا، يروح هناك يقعد له 6 شهور سنه بيشتغل لوكم، فالريت بتاعه بيبقى عالي قوي، وفي نفس الوقت بيكتشف بلد جديده. طبعا في بلاد كتيره قوي الناس بتهاجر بيها واتعملت احصائيات بالكلام ده، لكن the number one country is Australia. فده السبب الثاني. طيب نيجي احنا بقى ك IMGs ك International Medical Graduates، احنا فين بقى من الصوره دي؟ لحد قبل الاضراب بفتره، الاضراب ده كان 3 ايام على فكره، 72 hours. لحد قبل الاضراب بفتره احنا كلنا كنا مترددين، هل نضرب هل ما نضربش؟ طب ده هيأثر على الفيزا بتاعتنا؟ طب ايه الكلام؟ لحد ما جالنا ميل اوفيشال بيقول طالما ان السترايك دي متنظمه باليونيون بتاعنا فمش هتأثر على الاقامه بتاعتنا. وده طبعا كان خبر جميل جدا وواقعه كان حلو قوي، لان يعني خلينا نتكلم بصراحة، أنا يعني في حاجات كتير قوي لما كنت في مصر ما كنتش مبسوط بيها، لكن ما كنتش متخيل إن أنا ممكن أعمل أنا وزمايلي إضراب، والإضراب ده يبقى منظم من النقابة والنقابة بتشجعنا عليه علشان ناخد حقوقنا، وفي نفس الوقت يتقال لي من جهة رسمية إن ده حقك، وإن أنت لو عايز تعمل كده ممكن تعمل كده ومش هيأثر على إقامتك ولا أي حاجة من الكلام ده. فأنا أول مرة أحس إن أنا إيه ده يعني I have rights، فاهم؟ الاحساس ده جميل، اللي هو ايه ده، انا ليا حق ان انا اقول ان انا متضايق مش مبسوط طالما ان الموضوع منظم. طيب السؤال التاني اللي بيطرح نفسه، طيب لما الدكاتره كلهم هيضربوا، مين اللي هيشيل شغل العيانين ومين اللي هياخد باله من البيشنت سيفتي وان العيانين بيوصل لها العلاج زي ما هو المفروض يوصل من غير ما يأثر على العمليه الصحيه او الهيلث كير سيستم؟ ده يدخلنا في موضوع تاني، موضوع مصطلح جونيور دكتورز. الاضراب ده كان للجونيور دكتورز، لكن كلمه جونيور دكتورز معناها طبيب تحت التمرين او طبيب لسه صغير، لكن الواقع ان المصطلح ده misleading، المصطلح ده مش دقيق. ليه بقى؟ لان الجونيور دكتور ده من اول ما اي حد بيتخرج ويدخل F1 اللي هي سنه الامتياز الاولانيه ينطبق عليه مصطلح ان هو جونيور دكتور، لحد ما يبقى قبل ما يبقى كونسلتنت عندك في ST7 مثلا، قاعد بقاله 7-8 سنين في التريننج، ده برضه بيطلق عليه مصطلح جونيور دكتور. فالمصطلح عايم جدا، مش ان هو بيديفاين حاجه معينه. فالاضراب ده كان للجونيور دكتورز. طيب لما الجونيور دكتورز اللي هم بيبقوا الاس اتش اوز، دي المصطلحات اللي بتستخدم هنا، سينيور هاوس اوفيسر او الريجسترار اللي هو خلينا نقول ان هو النايب السينيور في المستشفى، تمام، اللي هو تحت الكونسلتنت في الهيراركي كده. لما دول هيضربوا، مين اللي هيشيل الشغل؟ وهنا كانت المفاجاه ان اللي هيشيل الشغل هو الكونسلتنتس. فاحنا ال3 ايام الاضراب دول اللي كان بيعمل شغلنا هم الكونسلتنتس مع ناس تانيين اسمهم الاي ان بيز، والاي ان بيز دول اللي هم الادفانسد نيرس براكتيشنرز، اللي هي النيرس المتخصصه في حاجه معينه. وده تخصص موجود في النيرسينج هنا برضو موجود، وحاجه محترمه جدا الصراحه يعني. فدي الناس اللي كانت بتشيل الشغل. فده نتيجته ايه بقى؟ نتيجته ان في جزء كبير جدا من العمليات اللي متخطط لها انها تحصل في ال3 ايام دي بقت بوستبوند، اخروها او اجلوها. ليه؟ لان الكونسلتنتس اللي المفروض هتعمل العمليات دي مش موجودين. هل هم مش موجودين فعلا؟ لا، هم موجودين، بس هم بيغطوا شغل الجونيور دكتورز. فده عمل باكلاش جامد قوي. باكلاش اللي هو يعني بعد ما رجعنا بقى بعد الاضراب بتاعنا بقى في شغل كتير قوي متلتل، لان في حاجات اتاخرت كانت المفروض تحصل في ال3 ايام دي. الجانب الثاني بقى من تاثر العمليه الصحيه بالقصه دي، ان لما الكونسلتنت بيغطي شغل الجونيور دكتور، ده معناها ان هو تاني يوم مش هينفع يبقى موجود، لان هو لازم ياخد اجازه، ما هو اشتغل مكان حد تاني، فهياخد اجازه في اليوم اللي بعديه او اليومين اللي بعديه على حسب الروتا او نظام الشغل اللي محطوط لهم يعني. فده عمل تاخيرات جامده جدا. ال3 ايام دول كانوا 13 و14 و15.
اللي حصل ان باختصار، لان في كلام كتير قوي اتعمل والقصه ليها توابع كتير قوي، لكن اللي حصل بقى ان هم قعدوا مع الهيلث سكرتاري، البي ام اي قعدت مع الهيلث سكرتاري وعشان يعملوا مباحثات وكلام زي كده، وما اتفقوش في الاخر. والبي ام اي بعتت خطاب يعني في رايي الشخصي ان هو شديد اللهجه شويه للهيلث سكرتاري، بيقولوا له ان انت يعني ما وصلتلناش للي احنا عايزينه، وبرضه قعدت معانا ببري كونديشنز، غير ان انت طلبت ان الموضوع يبقى مش في الميديا، وانت اول واحد رحت اتكلمت للميديا. الخطاب موجود يعني، هحاول احطه على السكرين برضه. فالنتيجه اللي حصلت ان حصل تصعيد. التصعيد اللي حصل ان هم يعني في تخطيط دلوقتي لموجه تانية من الاضرابات في شهر ابريل. لكن المره دي مش هتبقى 72 hours، هم عايزين يخلوها 96 hours، يعني 4 ايام. والمشكله اللي هتحصل ان هي الاربع ايام دول هيبقوا بعد بانك هوليداي، بعد اجازه رسميه هنا في البلد، فطبعا توابعها هتبقى عنيفه جدا. انا رايي الشخصي زي اراء ناس كتير قوي هنا ان العيان في الاول وفي الاخر ملوش ذنب، ونتمنى ان يبقى في تغطيه كافيه للعيانين الموجودين علشان ما يحصلش الشلل للمنظومه الصحيه. لان ال NHS في الاول وفي الاخر، ده رايي انا كواحد جاي من بلد تانية بهيلث سيستم مختلف تماما، وجيت هنا لقيت ان ال NHS ده نظام محترم جدا، يمكن ليه مساوئه شويه او عيوبه زيه زي اي سيستم يعني، لكن بصفه عامه هو نظام محترم جدا، ويكفي ان هو بيكفل العلاج للمواطنين بدون تكلفه تقريبا. فدي حاجة محترمة جدا. نتمنى ان النظام ده يفضل قوي ويفضل قائم، لكن في نفس الوقت برضو عايزين الناس تاخد حقوقها هنا، وعايزين ان الدكاترة يبقوا مبسوطين، لان انا واحد من الناس اللي جيت هنا علشان اساتل واعمل حياة هنا. فلما الاقي ان الناس كلها بتخلص تريننجز وبتبتدي تطلع على بلاد تانية، طب انا مش عايز اقعد اتنطط من مكان لمكان. ليه مميزاته، لكن في نفس الوقت الاستقرار حاجة مهمة جدا. فنتمنى ان هم يوصلوا لحل قريب، وان ما يحصلش تداعيات اكتر من كده خلينا نقول. لكن في الاول وفي الاخر انا سعيد جدا بحته ان احنا من حقنا ان احنا ننظم اضراب، ونبدي ان احنا متضايقين من حاجه معينه ونطلب ان في نتائج تتحقق، سواء النتائج دي اتحققت كلها او جزء منها. دي هتبقى حاجه كويسه جدا، وهيبقى مكسب لينا جدا. وفي نفس الوقت لو الدكاتره فضلت قعدت هنا وما سافرتش، فده هيبقى مكسب لانجلترا، لان هم انت بتعمل تكلفه معينه في ان انت تترين الناس دي، فالاولى ان انت تحافظ على الناس دي بعد ما تخلص التريننج بتاعها. خلينا نشوف الامور هتمشي ازاي، وهبقى اتابعكم اول باول علشان نشوف مسيره نهايه الموضوع ده هتخلص على ايه ان شاء الله. انا احمد عباس، سعدت بوجودكم معايا في الفيديو ده، واشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.